حجي الله يعطيك العافيه. ينطيك يا بعد روحي ووفقك ويرضى عليك. الله يسلمك. بيج دعوات حلوه من الست الواده حضرنا جنة السفر حتى نروح للعمره، واخذت وياي كل عائلتي، واهم شيء امي كانت وياي بالعمره، ورحلتنا كانت ويا شركه بلد الميسور، وفعلا اسم على مسمى هاي الشركه. واللي حاب يسجل وياهم عندهم رحله هالايام يوم 5/7. وصلنا لمطار بغداد، وعمتي هواي دلتنا بالاكل لان جايبه اكل من البيت. الطريق كان من بغداد للمدينه ساعه و45 دقيقه. وصلنا لمطار المدينه المنوره، وبعدها ارتاحنا شويه وزرنا قبر الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم. وبهاي عمرتي اخذت قرار ان ارجع اكررها مرة ثانية لسببين: الأول لأن أجواء روحانية عظيمة، والثانية حجي كرار وشركة البلد الميسور أبدا ما قصروا ويانا. ومزارات المدينة زرناهن كليتين. وهسه قولوا لي لايق علي الشماغ لو لا؟ والوالدة لبست الأبيض حتى نروح نتوجه إلى أبيار علي. ووصلنا لبيار علي وغسلنا، وكان ويانا أصغر معتمر حمودي، وهنا أنا غسلت ببيار علي ولبست الأبيض، وبدينا نلبي النداء. لبيك اللهم لبيك. وهاي أجمل لحظة عشتها بحياتي من شفت بيت الله الحرام. وشركة بلد الميسور وفرت لنا 3 وجبات إفطار وغداء وعشاء من أطيب وأرقى أنواع الأكل، وما قصروا ويانا أبد. وعلى هاي الخدمة الحلوة اللي قدموها إن الشركة ولكل المعتمرين حبيت أهديدهم هذا الريل هدية. وعلى الخدمة اللي قدموها إنه أكيد اللي يجي من خلالي راح يحصل خصم هدية على رحلته الجاية. ورحلتنا بمكة كانت بيها مزارات هواية، ورحنا سياحة لجدة، وظلينا بمكة 6 أيام، وبالمدينة 4 أيام، وفعلا 11 يوم من أحلى أيام حياتي اللي عشتها. وآخر يوم لبست دشداشتي وعقالي ورحت اشتريت عطور وهدايا للأهل. وهسه حبيت أقول لكم صرت حج علي رسميا.